وطن الأحزاب، يعني حزب الوطن وحزب الأصالة وحزب الجبهة السلفية لم تشارك، والكلام على لسان نادر بكار. ونادر بكار واحد من القياديين في حزب النور السلفي، فده كلامه برضو ما يتخدش على عوهنا كده، لازم نحقق فيه. يعني هنا بيقول السيسي تعرض للخيانة من رجال أعمال ورموز الوطني والقوى السياسية، وإنه أحزاب الوطن والأصالة والجبهة السلفية لم تشارك في العملية، لم تشارك في الانتخابات لأنها ضد الدولة وضد 30 يونيو. خلي بال حضراتكم، الوطن والأصالة والجبهة السلفية بيتهمها نادر بكار القيادي في حزب النور السلفي بأنها ضد الدولة وضد 30 يونيو. ده تصريح مهم. وإنه السيسي تعرض للخيانة من رجال أعمال ورموز الوطني والقوى السياسية، وأن الذي يراهن على عودة الإخوان خاسر، والنور هو الحزب الوحيد الذي عمل في الشارع لدعم المشير، الذي عمل في الشارع لدعم المشير. هذا أيضا تصريح في منتهى الأهمية نحطه ما بين حضراتكم في هذا الإطار. اليوم السابع والمصري